تخيل إن في ناس ممكن يخلصوا شغل في ثواني. أنت بتحتاج ساعات عشان تفهم هما بيعملوا كده إزاي أصلا. ناس عندها سرعة ودقة وتركيز لدرجة إنك هتحس إن اللي بيعملوه مستحيل يكون حقيقي. من أغرب مواقع العمل لأغرب المهارات اللي ممكن تشوفها في حياتك، والغريب إن كل ده بيحصل كل يوم عادي. عشان كده جبتلك فيديو النهاردة عشان تشوف أمهر وأسرع العمال في العالم. بس قبل البداية تعالى ناخد حسنتين ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عبد من قناة عين الحياة. ادعمني بلايك وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. الراجل ده معلم في ثواني غلف الكاوتش كأنه قال التغليف على أعلى مستوى. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ولا دول كمان بيعملوا حاجات أنا نفسي مش قادر أصدقها. أما الراجل ده بقى مش مجرد عامل عادي، ده دارس وعارف الفيزياء كويس قوي. يا ابن الايه. الراجل ده محترف جدا، بيوزع السماد متساوي قوي على المناطق. أنا نفسي معرفش أعمل كده. الراجل ده محتاج سلم علشان يخلص شغله. واضح إنه متعود على كده، بيتنطط من مكان لمكان بكل سهولة. أما ده بقى فبيقطع صف من البصل من غير ولا دمعة واحدة. ده أنا بقعد أعيط أسبوع لما أقطع بصلة واحدة. عملها باحتراف، دخل الشاحنة الكبيرة من غير ولا أي ضرر. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ الحمد لله إن ما كنتش موجود مع الراجل ده، كانت إيدي بقت هي واللحمة حاجة واحدة. يا ابن الايه. تكنولوجيا اشهد انها تكنولوجيا اشهد انها تكنولوجيا. أنت عمرك شفت حاجة زي كده؟ دي دماغ مش بتنام يا عمنا. تكنولوجيا اشهد انها تكنولوجيا. معلم كبير ومحترف كمان. ده أنا بعمل كوباية واحدة وببوظ المطبخ كله، بجد شابوه. تحس إن كل حاجة مدروسة ومتخطط لها، عشان كده بيعملوا الشغل بكل احتراف. طب بص معايا كده هنا، شايل أطباق وماشي بيهم بكل سهولة، وانت طبعا ايدك بتترعش وانت شايل طبق واحد. توازن غريب أول مرة أشوفه. العامل ده وصل لمرحلة فوق الاحترافية بشوية. ولا العامل ده بيعمل عظمة يا جدعان، حاجة ولا في الخيال. طبعا انت دلوقتي بتقولي الموضوع سهل، بس عاوز اقولك ان مش اي حد يعمل الكلام ده. الناس دي لما كانتش شفتها كنت مستحيل اصدق ان العمال دول حقيقيين. العامل ده سريع جدا، يعني مش هتكمل دقيقة وتكون ماشي بالحاجة بتاعتك. الراجل ده وصل لدرجة مرعبة من الاحتراف. بيستخدم السلم كأنه جزء من رجليه. آخر بوكس بيبقى صعب قوي، لكن العامل ده اتصرف باحترافية عالية قوي. لو عاوز تجمع النحل في ازازة جبتلك العامل ده يقولك على الطريقة.
الست دي شغالة شغل غريب جدا، بتشيل لوحدها ومفيش اي حد بيساعدها. وشوف كمان الست دي بتقطع بطريقة سريعة ومهارة عالية. الراجل ده شغال بمبدأ اشتغل بعقلك ووفر جهدك. يا ابن الايه. اما العامل ده فقرر يشيل كل الاطباق مرة واحدة بعد الاكل. اما العامل ده فغسلهم في نص دقيقة. طبعا انا لو قلت لك اطلع نص المسافة دي هتقول عليا مجنون، لكن العمال دول بيشتغلوا في اصعب الاماكن واصعب الظروف. زي العامل ده، غلطة واحدة والدنيا تبوظ على الاخر، بجد الله يكون في عونهم. العمال دول بيشتغلوا بمهارة عالية قوي وبيخلصوا الشغل بأسرع ما يكون. خطط وارسم وظبط وقطع يا باشا. أسرع واد بيلف السندوتشات في العالم، يعني سرعة ومهارة مستحيل تشوفها في حتة تانية. وفي النهاية بعد كل المهارات والسرعة والدقة اللي شفناها، أكيد عرفت إن في ناس فعلا اتولدت علشان تبدع في شغلها. العمال دول حولوا التعب والخبرة والمهارة لحاجات تخليك واقف منبهر قدام الكاميرا. قولي في التعليقات أنهي لقطة خليتك تقول مستحيل تبقى موجودة، وما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة، وادعوا لإخواتنا المسلمين في كل مكان. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.